النهاردة هنعمل بقى مع بعض الفراخ كده اللي محشية بالخلطة الجميلة دي، بالرز كده وبالخلطة. هنبدأ كده مع بعض على طول. معايا كده معلقة بصل متبل كده عندي في الفريزر جاهز. اخدت معلقة بصل على معلقة صلصة، بدأت ان انا اقلبهم كده مع بعض كويس. بدأت بقى ان انا انشف كده الفرخة بتاعتي. طبعا انا غسلاها وعامله لها محلول النقع عشان طبعا الزفارة. محلول النقع ده جميل كده في الطيور، اللي ما تعملي كده للفرخة والبط جميل قوي في الطيور. مع محلول النقع ده بيمنع كده الزفارة وجميل. طبعا نشفتها كده كويس بمناديل المطبخ. بدأت بقى ان انا اتبلها كده تحت الجلد ومن جوه كده ومن بره، عشان اللحم بتاعها كده يبقى متبل كده وجميل قبل ما احشيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بعد ما تبلتها كده بقى، بدأت ان انا اعمل الخلطة بتاعتي. نزلت كده بقى مع الزبدة بتاعتي بحبهان وورق لوري وقرفة، كل ده كده يسخن كده مع السمنة بتاعتي او الزبدة. وبدأت بقى انزل كده بالقوانص زي ما انتوا شايفين كده، تاخد صدمة كده وتستوي معايا الاول قبل الكبد، لان انتوا عارفين ان القوانص بتاخد سوا عن الكبدة. طبعا نزلت كده بمعلقة فلفل اسود وبدأت اقلب ده كله كده مع بعضه. بعد كده بقى بعد ما دخلت كده في السوا، نزلت كده بالكبد بتاعتي. الكبدة كده بقى نزلت بيها كده معلقة فلفل اسود كمان. لازم معلقة فلفل اسود كده طبعا عشان الزفارة وتبقى ريحتها جميلة. وانا طبعا غسلهم كويس. طبعا بعد ما دخلوا في السوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بدأت بقى ان انا انزل بالبصل بتاعي، بصلتين كبار كده مقطعاهم مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا بقى عاوزه تحوشي بقى، كل ما تجيبي فرخه تحوشي كده الكبده والانثى بتاعتها وتشيليهم لحد ما تعملي الوصفه دي جميله. ان هي تعملي لهم كده فراخ محشيه بالخلطه بتبقى جميله جدا وبتشرفك في اي عزومه. بعد كده بقى نزلت كده بمعلقه التوم بتاعتي، طلع ريحتها بقى كده مع الخلطه الجميله دي كده. وبدات ان انا اقلب كويس. بعد ما قلبتهم بقى كده، بدات ان انا انزل بالخضار. معايا كده فلفل اخضر وفلفل احمر وجزر مبشور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا عاوزة تحطي فلفل اخضر بس فلفل الوان المتوفر عندك، مش هنقف على حاجة. بدأت بقى ان انا اقلب كل ده كده مع بعض شكل بس كده الخلطة كده تفتح النفس، شكلها جميل. وكمان طماطمية كده مكعبات صغيرة بالشكل اللي انت شايفينه. هنزل بالتوابل بتاعتي بقى، عبارة عن بهارات فراخ وفلفل اسود ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة، كل ده كده وملح. طبعا قلبت كل ده كده مع بعضه ونزلت بالرز بتاعي وقلبت كل ده كويس. هبدأ ان انا انزل بالمية. طبعا مش هنزل بمية كتير عشان انا مش عاوزة الرز يكون مستوي سوا كامل، عاوزاه يكون نص سوا عشان لسه هيستوي جوه الفرخة. بعد طبعا ما يستوي بقى طبعا طفيت عليه كده وسيبته ان هو يبرد عشان اعرف بقى احشي الفرخه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اخدت بايدي واخدت بالمعلقه بوريكي ان انت بايدك هتعرفي تشتغلي كويس كده وتحشيها كويس من تحت الجلد ومن بره ومن كده في كل مكان. طبعا احنا ستات بيت كلنا بنشتغل بايدينا كده في البيت. بدأت بقى ان انا احشي الفرخه كده من تحت الجلد ومن جوه في كل مكان كده. طبعا الرز زي ما قلت لكم لازم يكون فيه تكايه كده عشان لسه هيستوي كده جوه الفرخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حشيتها كويس بالشكل ده كده، هتشوفوها معايا. بعد ما حشيتها كده كويس، هبدأ بقى ان انا اجيب الصينيه بتاعتي كده واحطها في الكيس الحراري. طبعا الرز اللي فاضل ده هقول لكم هنعمل بيه ايه. طبعا جبت الكيس كده وهبدأ بقى ان انا احط كده الخضار. معايا خضار مشكل. طبعا عاوزه تستغني عن الخطوه دي زي ما تحبي، بس الخضار معاها بيبقى جميل والله وبيستوي كده وبيطلع معاها كده جميل. طبعا معايا خضار مشكل بقى وبطاطس وبسله وجزر وفلفل وطماطم. طبعا حبيت اوريكم من الخطوه دي لانها وارد ان هي تحصل مع اي حد في البيت معانا كلنا يعني. الكيس اتقطع مني. طبعا مش هنقف على حاجه، جبت كيس تاني وحطيته كده من قدام عكس كده التاني عشان خاطر ما يبقى مدار الفرخه. وقفلته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده وحطيتها في الصينيه. هنزل بقى بالميه السخنه بتاعتي. طبعا لازم بقى تعملي الخطوة دي كده، تفتحي الكيس كده، تعملي فتحتين فيه كده او 3 عشان يطلع البخار كده
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهدخلها الفرن وهوريها لك في الفرن شكلها عامل ازاي. شايفين شكلها في الفرن مستويه كده وجميله، وشايفين طالعه كده محمره، ما حمرتهاش، هو محمره كده وهي جوه في الكيس، وخدت معايا كده ساعه وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وقدمتها كده مع طبعا الرز اللي بالخلطه بالكبد والقوانص كده جميل، هتشرفك في اي عزومه. وكمان تغيير كده لما بتحطها على السفرة كده شكلها جميل كده وتشرفك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو وصلت بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تدعمني في القناة واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير ومع السلامة.